أنور ترخات يستعد للتنفيذ ويسجل الضربة الترجيحية الأولى لفائدة فريق الجيش الملكي. أنور ترخات فرحة كبيرة جماهير الجيش الملكي. تابعوا من جديد، سدد بقوة ولو أن الحارس حمزة الحمياني مشى في نفس الاتجاه، ولكن لما تكون تسديدة قوية تكون صعبة. أنور ترخات يتمكن من تسجيل الضربة الترجيحية الأولى، ونتابع ردة فعل لاعبين الفريق الجيش الملكي. يوسف الفحلي سجل هدف التعادل بعد مرور 4 دقائق على هدف ربيع حريمات. سيسعى لتنفيذ هذه الضربة الترجيحية الأولى للنهضة البركانية. يوسف الفحلي أمامه أيوب الخياطي. يوسف الفحلي يسجل بطريقة ممتازة وبهدوء، صراحة يحسد عليه يوسف الفحلي. فرحة كبيرة لجماهير النهضة البركانية. ضربة ترجيحية ناجحة لكل فريق. لاحظوا الطريقة باش سجل يوسف الفحلي، هذا كيبين علو الكعب ديال هذا اللاعب السابق لفريق حساسية أكادير والذي يتألق مع فريق النهضة البركانية. زوير مارور، أنور ترخات هو لاعب حاتم الصوابي الذي يغيب عن المباراة. زوير مارور يسجل بهدوء. متابعة ديال حمزة الحمياني ولكن ما تمكنش من إبعاد الكرة. زوير مارور يسجل الضربة الترجيحية الثانية لفريق الجيش الملكي. الطريقة باش يسجل ممتاز زوير مارور، هدوء كبير، وضع الكرة في الشباك. لاحظوا ردة فعل كرة القدم يعني بهذا الشكل وبهذا يعني صغير وكبير يتفاعل مع اللقاءات والمباريات ومع الفريق اللي كيحب. ضربة ترجيحية الثانية للنهضة البركانية. يوسف الزغودي يدخل خلال الجولة الثانية، هو اللي كيسعى لتنفيذ الضربة الترجيحية الثانية لفريق النهضة البركانية. يوسف الزغودي خدع المكان ديالو أمامه أيوب الخياطي. يوسف الزغودي يسجل الضربة الترجيحية الثانية للنهضة البركانية. تابعوا من جديد ضربة جزاء زاوية 90 تكون صعبة على الحارس انه يتبعها، وكذلك يعني صعبة يعني اي خطأ قد تمشي فوق المرمى. هدف ضربة ترجيحية جميلة ليوسف الزغودي، وفرحة دائما نتابع هذه الفرحة، ذكور وإناث الكل حاضر، الكل يتابع، الكل يستمتع بهذا المواجهة. العميد ربيع حريمات هو اللي وقع الهدف الأول في المباراة من نقطة الجزاء، ويسعى لتسجيل الضربة الترجيحية الثالثة لفريق الجيش الملكي. محمد ربيع حريمات وضع الكرة أمام حمزة الحمياني للمرة الثانية. ربيع حريمات يسجل. ربيع حريمات يتمكن من التسجيل، سجل في المباراة وسجل في الضربات الترجيحية. محمد ربيع حريمات وضع الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة. ضربة ترجيحية ثالثة ناجحة لفريق الجيش الملكي. حمزة المساوي كل على أعصابه. حمزة المساوي ضربة ترجيحية الثالثة لفريق النهضة البركانية. المساوي وضع الكرة، حمزة المساوي يسدد ويسجل. كرة تطمت بالعريضة وتعانق الشباك. ضربة ترجيحية ثالثة ناجحة. حتى الآن كل فريق نفذ 3 ديال ضربات ترجيحية، كلها ضربات ناجحة.
امين المصواب هو اللي كيمشي الان باش ينفذ الضربه الترجيحيه الرابعه لفريق الجيش الملكي. امين المصواب وضع كره من الحراس سيتالق على الاقل في الضربتين المتبقيتين في السلسله الاولى. الحبياني ام الخياطي. امين المصواب وضع كره. امين المصواب يسجل. امين المصواب ضربه ترجيحيه ناجحه لفريق الجيش الملكي. تابعوا من جديد طريقه وضع الكره بكل هدوء. امين المصواب يسجل ضربه ترجيحيه الرابعه لفريق الجيش الملكي. عبد الحق عسال طيب بوخريس. طيب بوخريس هو اللي سجل ضربة الجزاء الرابعة. والآن عبد الحق عسال يسعى لتنفيذ ضربة الجزاء الرابعة لفريق النهضة البركانية. عبد الحق عسال وضع الكرة والهدف. ضربة ترجيحية ناجحة لفريق النهضة البركانية. 4-4. فرحة كبيرة لعبد الحق عسال وللحارس حمزة الحمياني. تابعوا التنفيذ و لاحظوا ردود الفعل ديال الجماهير لتنفيذ كل ضربة ترجيحية. ضربة ترجيحية الخامسة لفريق الجيش الملكي. أمين زحزوح. أمين زحزوح هو اللي غادي ينفذ هذه الضربة الترجيحية الخامسة. وجه لوجه الحارس حمزة الحمياني. أمين زحزوح يسجل. أمين زحزوح يسجل ضربة ترجيحية الخامسة والسلسلة الأولى ناجحة للجيش الملكي في انتظار الضربة الترجيحية الخامسة للنهضة البركانية. والعميد إيسوفو دايو سيكون عليه الثقل الكبير. إيسوفو دايو هو اللي كيتقدم الآن للتنفيذ في الوقت اللي كنتابعوا ردة فعل ديال لاعبي فريق الجيش الملكي وجماهير الجيش الملكي. امين زحزوح يسجل وبالتالي كيوضع الان الضغط والثقل كله على إيسوفو دايو. إيسوفو دايو عميد فريق النهضة البركانية. لو يسجل غنمشيو للسلسلة الثانية. لو يضيع الجيش الملكي في الدور الثمن النهائي. يوسف دايو ضع الكرة. يعرف بأن المهمة مهمة صعبة لكنه هو عميد الفريق. ضربة ترجيحية يسعى للتنفيذ. البوركينابي يوسف دايو أمام أيوب الخياطي. يوسف دايو يسجل. يوسف يسجل وبالتالي سنمر للسلسلة الثانية والفريق متمسك بحظوظه. مباراة كبيرة. السلسلة الثانية من الضربات الترجيحية الآن. نتابع يوسف ضيو. اختيار كان موفق للزاوية بالتالي كينجح انه يوضع الكرة في الشباك. تومي سونغ اوريبوني يسعى للتنفيذ. تومي سونغ يضيع. تومي سونغ اوريبوني يسجل. الكرة ارتطمت يعني بالداخل بقوة. لاحظوا في القائم الذي يتواجد في داخل الشبكة بكل قوة. سدد تومي سونغ يسجل
هذه الضربة الترجيحية السادسة لفريق الجيش الملكي. والآن عمر العرجون، فرحة كبيرة للاعبي فريق الجيش الملكي. عمر العرجون أمام أيوب الخياطي. الآن من يضيع سيغادر. عمر العرجون وضع الكرة، يستعيد لتنفيذ هذه الضربة الترجيحية السادسة للنهضة البركانية. يسجل عمر العرجون، يسجل. ضربة ترجيحية السادسة ناجحة لفريق النهضة البركانية. تابعوا من جديد طريقة تسديد هذه الضربة الترجيحية. عمر العرجون، وفرحة كبيرة للاعبي فريق النهضة البركانية. نلاحظوا حتى لاعبي الجيش الملكي الكل ينتظر من سيضيع. أن الضربة الترجيحية السابعة لامين دياكيتي. لامين دياكيتي يستعيد لتنفيذ. دياكيتي والحمياني. لامين دياكيتي يسجل ضربة ترجيحية ناجحة. لامين دياكيتي يسجل ضربة ترجيحية. بالتالي تواصل هذا التنافس. لاحظوا الطريقة باش وضع الكرة بشكل ممتاز اللاعب الايفواري لامين دياكيتي. أنا الضربة الترجيحية السابعة للنهضة البركانية. أمين المصواب هو اللي كيستعد للتنفيذ. أمين يسجل. يسجل ضربة ترجيحية السابعة. الآن تواصل الإثارة وتتواصل التشويق. لاحظوا طريقة وضع الكرة بشكل ممتاز. فرحة كبيرة. لأن إيمانويل إيمانيشيموي جا الدور على المدافع الرواندي إيمانويل إيمانيشيموي. قام مباراة جيدة سواء على مستوى الدفاع ولا المستوى الهجومي. إيمانويل وضع الكرة، يستعيد التنفيذ. إيمانويل يسجل. إيمانويل إيمانيشيموي يسجل الضربة الترجيحية الثامنة لفريق الجيش الملكي. كل هدوء ضع الكرة رجل اليسرى ممتاز. إيمانويل إيمانيشيموي. بالتالي يتواصل هذا التنافس. لاحظوا هذه المشاعر وهذا اللي كما قلت صغارا وكبارا ذكورا واناثا الكل يستمتع، الكل يتابع، الكل يعني يريد فريقه ان يكون هو المتاهل. اكيد سنصفق على المتاهل وسنصفق كذلك على من سيغادر، لان صراحه تابعنا مباراه كبيره بين النهضه البركانيه والجيش الملكي. جبريل وطرة سجل هدفا كان بامكانه يكون هدف تاهل، ولكن كان في وضعيه تسلل. جبريل وطرة لاعب البورك. جبريل وطرة يضيع. جبريل وطرة يضيع والجيش الملكي في الدور الثمن النهائي. تدخل أيوب الخياطي أمام جبريل وطرة والجيش الملكي يتمكن من التأهل للدور الثمن النهائي. فرحة كبيرة لجماهير الجيش الملكي بهذا التأهل. هانئا لفريق الجيش الملكي، حظ اوفر لفريق النهضه البركانيه في مباراه كانت مثيره وفي مباراه اكيد مشوقه. وصلنا حتى السلسله الثانيه حتى نتعرف على المتاهل للدور الثمن النهائي. جبريل وطرة وتدخل ايوب الخياطي الذي
يتمكن من التصدي وبالتالي التاهل ديال فريق الجيش الملكي للدور المقبل. بهذه الفرحه وكذلك بهذا التصدي الممتاز لايوب الخياطي اشكركم، اشكر كل زملائي التقنيين. هذا هشام فراج يحييكم، القاكم في مناسبه قادمه بحول الله الى اللقاء.